أسعد الله مساءكم بكل خير. إنه يجمع على لقائها تقع. مساء الخير يا من أنتم خير المساء. مساء هذا لمن يطيب بهم المساء، ولمن أدمنت وجودهم بين تفاصيل أحرفي. مساء الخير والسعادة، أنتم مسائي، بكم يحلو يومكم عطر بأنفاسكم. مساء الورود، كثر ما بالكون ورد. تحية معطرة أحييكم بها أحبتي. نجتمع هنا دوما لنلتقي ونرتقي بكم، لنحلق هذا الأسبوع مع ضيفين لأول مرة في نفس الوقت. ضيفي الأول شخصية في غنى عن التعريف، يكتمل بجمال الكلمة وعذوبة الحرف المتألق والمميز، لفت الأنظار منذ حضوره. ضيفي سيف من وكالة وطن السلام. أما ضيفي الثاني شخص مميز في مشاركاته وتواجده، شخصية راقية احترمها الجميع وله بصمة واضحة. أبو حارث عرف باسم جوتام من وكالة العظماء كريتس. الكلام عنهما يطول ويحتاج إلى الكثير من الوقت، ولكن فليعذراني بأعتر التحايا. ها هي فرصة قد حانت للكشف عن الجانب الذي لا نعرفه عن الضيفين. أرحب بضيوفي وبكل الموجودين شخصا شخصا. هلا يا سيف، هلا يا جوتام. أهلا بك يا لين، نورتي وكالة وطن السلام، نورتينا في هذا المساء الجميل، المساء اللي نوروه أكثر من 400 شمعة مضية أو نجمة مضية على سماء وطن السلام. أنا اليوم نيابة عن كل مضيفين وكالة وطن السلام أقول لكم أنتم أصحاب هذه الوكالة، إحنا الضيوف اللي يجينا لعندكم وأنتم في مكانكم. نرحب بكل المتواجدين، ربي يسعدكم. الله يخليك يا سيف، وإن الشرف إنه نكون اليوم في ضيافتك يا أخي العزيز. حياكم وبياكم لكل الموجودين وجعل الجنة مثواكم. هلا يا جدام، أخبارك؟ والله الحمد الله. أنا ما أقدر أكفي، يعني يا أخوي سيف قال الكلام ويعني وكفى ووفى. يعني إحنا الضيوف وإحنا نتعلم من عندكم. أكيد. إحنا مجرد ضيوف لا أكثر. يعني ما أقدر يعني كم أعطيكم كلام عن أخوي سيف قال كل الكلام، يعني ما أقدر، يعني كفى ووفى. يلا جاهزين؟ نبدأ على بركة الله. كونوا هيك جاهزين. هنبدأ نتعرف عن كل جانب لشخصية اليوم. رح نبدأ أبو حارث الأول. هلا رح نعرف شخصيته. طيب لو تحكي لنا، عرفني عن حالك يا أبو حارث، ومن هو جوتام؟ أبو حارث عشان والدي اسمه حارث، ويعني فسميت أبو الحارث يعني على الاسم هذا. وجوتيم كان يعني اسم في مكان ثاني. فأنا شخصية يعني دخلت هنا أبغى أتعلم، أبغى أتعرف على الناس، أبغى أساعد الناس. يعني هذه حروب وحرب هنا، يعني كل ما أتكلم بطلع صوت، لأن يعني كيف أقول أبو الحارث يعني شخصية كتاب مفتوح.
أنا عبارة عن كتاب مفتوح. طيب أنتِ هي كلمة جو تيم يعني باللغة الفرنسية أحبك. أحبك. نعم. إيه ليش اخترت هاي الكلمة؟ لأنها ليش قريبة من اخترت اسمي. هذا الاسم لأنها قريبة من بالذات؟ اسمي لأنها قريبة من اسمي. لأنها قريبة من الاسم الحقيقي يعني أنا كانوا ينادوني في أستراليا good time. فيوم ما يسألوني عن اسمي أقول لهم good time، لأنه يونيك، اسم صعب يعني مستحيل تحصين اسم مثل اسمي في دول الخليج كامل. حلو. آه. طيب ذكرت إنه أنت كنت بمكان تاني، يعني مو أول مرة تدخل للبرامج. طيب كيف كان دخولك لبرنامج أهلا شاد؟ والله كان دخولي في برنامج أهلا شاد، دخلت مع ناس في وكالة، فيعني دخلت على أساس إنها إنسان على نيتي، يعني إنسان يعني لا أحب أكذب، هذا دخلت مع ناس. فسبحان الله يعني دخلت ورا ساعات، ويعني وهذا من فضل رب العالمين. يعني كنت يعني قبل 4 أشهر دخولي، فكنت أضرب يعني في اليوم مليون، يعني هذا أول شهر. فحسيت إن الناس حاولوا إنهم يستغلوني، يعني قلت بفتح وكالة. فتحت وكالة، أول وكالة فتحتها كانت كلها عندي عائلة، كلهم عائلة اللي عندي، يعني ولا واحد كان يجيب الدعم من برا. وثاني وكالة نفس الحالة، وثالث وكالة، وهذه رابع مرة. يعني كنت رابع شوف، يعني أنا كنت على أساس إني بني الوكالة، يعني الشهر اللي طاف يعني قلت خلاص، يعني خلاص ما عاد بكمل، لأن هنا الناس، أنا جيت أتعرف على ناس، جيت أتعرف على رجال يعني معادن، يعني جيت أتعلم. أما سالفة كنزات ولا سالفة VIP ولا يعني الأخلاق أهم، فهمتي؟ يعني جيت أتعرف على ثقافات. طيب بس الهدف تبعك إيه كان؟ إنه أنت تدخل دخولك إنك تتعرف، وما همك الدعم وما همك في ما أي همني شيء. إني همني إني أفيد الناس، همني إني أفيد الناس، يعني هذا اللي كان همني صراحة. يعني 3 يعني بدون ذكر أسامي، يعني حاولوا يبين يستغلون، يحاولوا يبين يسار، يعني ادوني فكرة ان هالبرنامج يعني كيف اقول لك، يعني برنامج تبغى تكلمه اعطى كنزة، تبغى تكلمه هم يعني فهمتي اختي. يعني يوم كنت مسوي الوكالة حقي كلهم كانوا بالصور لا اكثر. يوم ما تعطيهم شيء يعني هدية يعني يتكلمون. انا ما جيت يعني عشان هذا، يعني هذا من فضل ربي، بس انا جيت اتعرف كم شخص حاول، يعني ناس عظماء، يعني تخليها يعني الحين باص سوي لاخوي سيف، سوي لي باص ما اذا أصلا كنت بدي أقلك الجزء الثاني رح نحكي عن إنه الهدف بتاعك كان إنك بدك تساعد الناس، لكن في كتير ناس هيك واجهتك، وفي رح نحكي بعدين. خلينا نروح هيك فاصل غنائي وبعدين ننتقل لضيفنا الثاني. اذا موجود اختي مليارديريه طلعوها فوق. تمام. ولا عمتي سمعي شكواي بشكل جراحي
عمتي ذبحني الشوق ذبح الأضاحي، عمتي ذبحني الشوق ذبح الأضاحي. سكين عشق متعب ميهود صاحي، سكين عشق متعب ميهود صاحي. سهران لين قال الصبح حي عالفلاحي، وسهران لين قال الصبح حي عالفلاحي. أوي يا عين أوي أوي يا عين. صادفني في سكيك بلاد والعصر وقته، كون السبب نهي البيك لما صدفته، وهيش السبب نهي البيك لما صدفته. علام قلبي يبكي ضيع حسبته، وعلام قلبي يبكي ضيع حسبته. من دلهش الذي صار عين يعشقته، من دلهش الذي صار عين يعشقته. أوي أوي يا عيني أوي أوي يا عيني. عمت يثيبيني بشور هيش الطريقة، حب الحبيب عمو مري حريقة، حب الحبيب عمو سوي حريقة. ما طيق بعدها زين لا ما طيق. ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أول شيء أود أن أرحب بالأدمن تشرين، حياكي وبياكي ونورتي هذا المقام يا عيني. اخترنا أغنية عمانية لأنه هنروح الآن إلى سلطنة عمان. هلا يا سيف، موجود؟ هلا يا لين. وينك؟ أخبارك يا سيف؟ الحمد لله نحمد الله ونشكره. لو تعرف الموجودين مين سيف؟ عرفني عن حالك. سيف إنسان مثل باقي الناس، أحمل قلب متسامح جدا لأبعد حد من الحدود. أحب أشوف الناس كلهم يعيشوا براحة وسعادة. الأحداث اللي تصير في جميع الدول العربية ودول العالم من أحداث من ظواهر طبيعية أو من ظواهر أيضا بشرية يصطنعوها تأثر فينا لأبعد حد من الحدود. قد نبكي أحيان، تدمع عيوننا أحيان، قد نبتعد أحيان عن الأشخاص حتى ما نأكل صفهم بسبب الأوضاع اللي نشعر فيها أو نتلمسها من اللي حولنا. سيف بطبيعته هذا هو سيف، أعشق وحدتي، أعشق الوحدة، لكن الوحدة اللي كنت أعشقها الحين صرت مثل كنت قبل مثل الكوب الفارغ. حاليا سيف بكل ما يحمله من الكلمة صار ممتلئ. قبل شهر من تاريخ اليوم صرت ممتلئ بالإنسان اللي اختارها قلبي واختارها وجداني واختارها كل تفاصيل حياتي، وهي أيلول اللي جعلت الوحيد اللي يعيش في هذا القالب الوحدة اللي كنت أعيشها. حسيت الحين إني ممتلئ جدا، ممتلئ، رجل الممتلئ بامرأة. هذا باختصار سيف.
والنعم منِّك يا سيف، ونخلّي جزء أيلول لإنه هيكون في مفاجأة نحكي عنها بعدين. طيب سيف لو تحكي لنا كيف دخلت للبرنامج؟ دخلت البرنامج وأنا أتصفح اليوتيوب أو أتابع مقاطع اليوتيوب، حصلت إعلان لأهل إنشاد، قلت بدخل هذا المكان. أول ما دخلت هذا المكان على طول دخلت هالمكان أشوف إضافات صداقة، ما أعرف طبيعة المكان. كنت أول مثل شو أقول لك يعني باللهجة العامية مثل الأطرش في الزفة، أنا ما أعرف شو هذا المكان، شو معنى رومات، شو معنى مضيفين. كنت أتجول في الرومات كذا إنسان شو أقول لك إنسان تائه ما أعرف. بعدين بعد مدة الحمد لله تصادفت بروم الإدارة، بديت أعرف طبيعة هذا العالم اللي أنا جديد عليه. قبل 6 أشهر يمكن من تاريخ اليوم، قبل 6 أشهر أول دخول لي في أهل إنشاد في شهر أغسطس على ما أعتقد، في أغسطس الماضي. طيب حلو يا سيف، لو تحكي لنا يعني ما شاء الله 6 أشهر صنعت اسم لنفسك، وهذا أول دخولِك لبرنامج عالم عقاري، شو الصعوبات اللي واجهتها بالبداية؟ كيف بديت؟ الصعوبات اللي واجهتني بالبداية وهي مثل ما بدأ أبو الحارث، إنه أول ما بدأ الدعم كلنا نفس الصعوبات اللي واجهتنا. الناس اللي تدخل في حياتك للاستغلال، الناس اللي تحاول تتقرب منك كرمال تنزل، لحد ما خلونا في مرحلة من المراحل وخصوصا في شهر أكتوبر إني أكره شيء اسمه أهل إنشاد، بسبب الناس اللي متواجدين فيه، بسبب العالم اللي متواجدين فيه، بسبب الاستغلال. لأن في شهر 9 ويذكر الكثير اللي كانوا معاي يمكن فوق 18 ملايين تم يعني في شهر واحد رميتن وأنا كداعم مش كلاعب تفاحة. لكن طيب سيف. رغم إمم. هالصعوبات رغم هالصعوبات في فترة المرض اللي مريت فيها حصلت كثير ناس اللي كانوا فعلا مؤمنين بسيف، بأخلاق سيف، مؤمنين إنه سيف أخاهم، دعاهم لي، حرصهم إنهم يبقون في الروم رغم إني أنا تركت هالبرنامج لفترة. حرصهم إنه يبقوا في الروم خلاني فعلا إني أرجع لهذا المكان، وأرجع مش نفس سيف اللي قبل، لا، سيف الأقوى والأقوى والأقوى. طيب حكيت لنا سيف هالحين إنه مريت بمرض، الله يشفيك نعم، إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. وقلت إنه أنت اكتسبت ناس، نعم. طيب مين أقرب الأصدقاء إلك؟ أنا أعد جميع مضيفين وكالة وطن السلام هم أصدقائي، هم العيلة اللي أنتمي إليها. لأنه على فكرة وكالة وطن السلام مش يمكن مثل بقية الوكالات. أنا ما أستقبل أي مضيف يجيني أقول له تفضل كود الوكالة، لا، أنا أستقبل فقط الأعضاء اللي فعلا عاشوا في رومي وتجاوبوا في رومي وكانوا فعالين في الروم، هذا الروم اللي أنت حاليا إحنا جميعا متواجدين فيه. هم جميعا أخواني، جميعا لهم مكانة خاصة في قلبي من مضيف ومضيفة. الله يخليهم لك ويديم المحبة إلك. بس أكيد نلاقي في شخص أو شخصين دير أسرع سيف، الأقرب إلى قلب سيف، من هم؟ الأقرب إلى قلب سيف يمكن الحين بعترف هو المشرفة عندي ساندرا، أختي الغالية والعزيزة، اللي كانت فعلا لما سيف إنه أحد يغلط عليه يمكن أول إنسانة كانت تتأثر، أول إنسانة كانت فعلا إنه تتغير جميع ملامحها لما تشوفني إني متضايق. الله يحفظها ويحفظ أخوي زوجها
محمد زوجها، لأنه فعلا 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 هذه الإنسانة عظيمة. أيضا الغالي من الشباب اثنين هم صراحة، أبو طافش والبراء، شخصين قريبين جدا من قلبي من بداية تواجدي في البرنامج وهم معي. تحملوني رغم عصبيتي، رغم تنرفزي في بعض الأحيان أو في معظم الأوقات، لكنهم تحملوني في كل إيجابياتي وسلبياتي. الله يديم المحبة بينكم. طيب سيف، آمين. أنت قلت إنه أنت غبت فترة عن البرنامج، من كان نعم. يتحمل أمور الوكالة؟ هل هي ساندرا؟ الوكالة الحين أنت حاليا الوكالة للشهر الثاني. أول كنت مجرد داعم في أهل إنشاد. الوكالة مؤسسة في شهر فبراير تم افتتاحها الرسمي، الحين إحنا في ثاني شهر. ما شاء الله عليكم. طيب السلام هل عليكم. ترى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هل ترى سيف إنه أي شخص قوي وإله كاريزما وناجح، وأنت إنسان ناجح، إله أعداء؟ مرة ثانية السؤال يا لين، أعتذر منك. طيب هل ترى إنه أي شخص قوي وإله كاريزما يسلموا يسلموا. وناجح إله أعداء؟ أكيد الأعداء موجودين في كل مكان يا لين، الأعداء موجودين في كل مكان، لكن الإشكالية هو هنا في هذا البرنامج أهل إنشاد. ما أدري أسباب خلق العداوات. إيش السبب خلق العداوات؟ لأن أنت لما تدخل كداعم مثل أبو الحارث أو غير أبو الحارث، والداعمين كثار بارك الله فيهم في أهل إنشاد، لا أدري المجموعات اللي عم تحاول تخرجهم من البرنامج، لكنهم بالرغم أنه هالأشخاص دخلوا البرنامج لمساعدة الناس، لمساعدة الناس. طبقة كثيرة محتاجة أنه أحد يدعمها، طبقة كثيرة محتاجة حتى لو 500 كنزة تنزل عليها. لكن ليش يصير هذا كله؟ والله العظيم سؤال لحد الحين أبحث عن جواب، أبحث له عن جواب. طيب هل سيف نرجع ونقول إنه أنت دخلت في فترة وجيزة، صنعت اسم لنفسك، وكالة، إنسان ناجح، يعني نروح نحكي كبرنامج كداعم، يعني ليفل ما شاء الله وكالة. هل تعرضت للغدر يا سيف؟ كثير تعرضت للغدر من مشرفة كانت عندنا، مشرفة كانوا جميع اللي في الروم كانوا يعتبروها مثل أختي، كانت مهما عملت فيهم يتحملوا من أجل سيف. في يوم إني وقفت أنا دعم لاختبارهم، لاختبار من اللي يحب سيف ومن اللي ضد سيف، صارت تدخل على المشرفين، تدخل على الأعضاء، تتكلم عني بكلام خارج عن المصداقية. لكن الحمد لله لأنهم أشخاص نقيين قدروا يوقفوها عند حدها. ومن هذا اليوم أنا أقول من هذاك اليوم وأنا لا زلت أتذكر إيش الجريمة اللي ارتكبها السيف في حقها، رغم أنها عيشتنا كذبة كبيرة أنها مصابة بالسرطان، عيشتنا كذبة كبيرة ومعي المشرفين والمضيفين اللي كانوا معي، عيشتنا في كذبة كبيرة أنها مصابة بالسرطان، وكله طلع مجرد كذبة أو العوبة، لعبة حية في أهل إنشاد. طيب هل تنطبق هذه المقولة على هذا الشخص اللي حكيت فيه إنه أنت تلقيت الغدر منه؟ هل تنطبق عليها مقولة ما من محبة إلا من بعد عداوة في علاقتكما؟ أنا ما عندي أعداء. شوفي الأعداء يمكن البعض عنده عداوة مع سيف، لكن سيف ما عنده أعداء. على فكرة أنا جميع الناس اللي كنت أحضرهم أو أطردهم أوقات أجي من نفسي أقول للمشرفين أنا راح أفك الطرد، راح أفك الحظر،
هم يوقفوا ضدي يقولوا لي لا يا سيف، هم يسبوك، هم يشتموك، ليش أنت تفك عنهم الطرد؟ ليش تجيب الوقع لراسك؟ المشرفين موجودين وأعضاء الوكالة كلهم موجودين، لكني رغم هذا ما أحب أكون عداوات مع أحد، حتى الأشخاص اللي يتكلموا عني في الظهر ما أحب الكل، لأني ما جيت أنا هذا البرنامج حتى أكسب عداوات من أحد. أنت قلت أنا أول ما عرفت عن حالك أنا إنسان متسامح. هل سيف يقدر اليوم يسامح هاي الشخصة اللي والله يا سعودية تحت حكم طعنت غدر منا؟ أنا عن نفسي أنا مسامحنا من اليوم اللي انقطعت علاقتنا فيها، أنا مسامحنا، أنا كسيف مسامحنا. لو التقيت فيها في أي روم ثاني أنا عادي أسلم عليها عادي، ما في أي إشكال عندي، لكن إنها تدخل هالوكالة لا، لأن هي ما غدرت في سيف، غدرت في كثار. حقي أنا مسامحنها، لكن حقوق غيري إذا رضهم أنا مستعد أفك الطرد أو الحظر عنها. سيف، هل ضيعت بعض الفرص؟ من أي ناحية؟ ضيعت فرص وندمت إنه أنت ضيعتها؟ والله ما يحضر الحين، يعني ما يحضر الحين الجواب على هالسؤال. معلش نخليك اعتبري هو اعتبري أي شيء. طيب فرص هيك أوضح لك كمان شوي، يعني فرص إنه كانوا إجتك فرص كتيرة مثلا هنا في البرنامج، أنا دايما نحكي عن البرنامج، فرص لكن أنت ما وافقت عليها وندمت إنه أنت ضيعتها، حسيت بالندم. جاتني فرص صح في أهل الشات وهذا البرنامج، لكني ما ندمت عليها. جاتني فرص وراحت علي لكني ما ندمان عليها، مثل عروض في بعض الوكالات أو غيره، لكن بعد فترة اكتشفت إنه قراري اللي أنا ضيعت هالفرصة إني على حق في الأمور اللي اكتشفتها. بعدين اتضح كلامي إني أنا على حق، ما أعتقد إني ضيعت فيها. طيب نروح فاصل غنائي ونرجع نكفي فقرتنا لليلة. بالناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي. You are my best friend, my only best friend. You made me laugh, you made me smile. I keep you up. بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يرد بحاله ويفرق بين حلال وحرام. You are my best. الواجب تعرفينها في يوم هنسيبها واخدين ايه، مادام سايبينها هنتضايق ونزعل ليه. دقيقة بص كده حواليك هتلقى الشمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منور ليك. تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في You are my best friend, my only. الدنيا ملك ايديك. حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان، في لون نختاره يكتمها ولون يديلها. أحلى ما شافتها العين، والله بجمالك ما شفت تعديش حياة عايزك تكون عين
تروح فيها تعيش، وقابل ناس نفارق ناس، وماشية الحياة عادي. حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ قمري احلى ما شافتها العين، والله بجمالك ما شفت بالعالم. ناس ونقابل ناس تانيين. ممكن المايك. تفضل أخي. اولا اسعد الله مساكم بكل خير يا رب. يسعد مساك. هذا اللي خلاني اقعد في البرنامج. انا ما قلت اني بترك البرنامج الا إيه. رح نحكي عنه يا أبو حارث. ربي يحفظك ابو الحارث. اولا اسعد الله مساكم بكل خير جميعا. يسعد الله مساك. حبيت أشارككم، وأنا شايف الحقيقة كلام من القلب للقلب يطلع من بعض الحاضرين، مثل الأخ سيف قبل شوي وأخوي أبو الحارث. وللأمانة أنا يعني ممكن أقول لكم شوية قديم بالبرنامج، ولكن يعني تواجدي في الوقت الحالي يعني بعد ما طلع لعبة التفاحة هي الحقيقة حجبتنا عن بعض حتى من زيارة بعض الرماة. وللأمانة يعني الكثير والكثير من هذيك الأيام المستشار افتح وكالة كنت رافضها للأمانة، مما أنا أشوف من بعض الوكلاء ومن بعض الناس المشرفة على الوكالات من الظلم، من الأشياء اللي تخلي الإنسان الحقيقة ما يرضى أنه يسوي وكالة أو يدخل بوكالة. حتى وصلني أبو الحارث وأنا عندي قراءة للشخص الإنسان اللي يتكلم بكل طيبة، إنسان اللي يتكلم بصفاء النية، على الرغم أني وجدته إنسان معروف لي أنا كمستشار، وأعرف يعني ناس من أقرباء ومن أهله وهذا الشيء اللي شجعني حتى أني أنا أكون مشاركة في وكالته ونكون يد واحدة. مستشار. تفضل. الله يخليك، آسفة أني قطعت كلامك. بالعسل يا أخي. أنا أكيد رح أسألك بعدين عن علاقتك بأبو حارث. لهيك أنا جاء مخلية هاي مفاجأة، لأنه أنا بعرف السبب آخر الحلقة، لأنه أنا بعرف أنه أنت سبب بوجود، لهيك ما حبيت أني خلي هاي المفاجأة للمستمعين الموجودين هنا. ارجع أرحب بكل الموجودين، حياكم وبياكم. طيب تعطوني 10 دقائق أنا أطلع وإن شاء الله أرد. تمام، آخر الحلقة لسه مطولين. طيب. مطولين. يلا. تسلم يلا. أوكي. تسلم يا غالي. أبو حارث موجود يا أبو حارث على السمع؟ نعم موجود. هلا يا عيني. كنا حطينا لك أغنية نقابل ناس ونفارق ناس، لأنه أنا سمعت إنه منذ دخولك للبرنامج 4 أشهر إنه تعرضت للنصب وتعرضت للخداع من قبل ناس موجودة قديمة بالبرنامج، لمجرد إنك تدعم بالهبل، يعني بتساعد الناس. لو تحكي لنا على هاي التجربة يا أبو حارث. أحكيش. نعم، أنا تعرضت مثل ما تعرض أخوي سيف من أكثر من شخص. تمام. أول وكالة دخلتها فكان شخص، يعني أنا قلت ليش على نيتي أنا أصدق الناس، يعني وأنا يعني من هالشخص حسيت إن البرنامج هو كل وكالة عصابة. أنا أعطيك صراحة إن كل واحد مسوي عصابة.
دخلت مع الشخص هذا، رفعت رومه، خليت الناس يعرفون اسمه، ولا هو أول شيء ما كان يعرف، يعني ما كان معروف، وهذا من فضل ربي، مش يعني إني ففتحت له الوكالة الثانية، رد وسبني، تمام؟ رحت أنا وراضيته، ودخلته عندي، تمام؟ ففي مرة من المرات يعني كانوا في ناس عندنا موجودين حوالي يمكن 40 شخص، يعني يبغى يكسر يدي، فقال لو أبو الحارث يقدر يطرش لي يخت أرد له بيختين، ثلاث يخوت. فطرشت له يخت، قلت له خذ يخت هيتلك، انطلق. فلف بالكلام عندي. أول ما لف بالكلام قلت له يا أخوي أنا أحب الناس يكونوا معي سيدة. وبعدين تعرفت على ناس، كنت يعني قبل ما أتعرف على سيف تعرفت على وكالة، وأنا صدق أنا إنسان وحداني، بعض المرات أكون في روم روحي، يعني الناس يقولوا لي وين، أنا أقعد في روم زنة، إن تبي القعدة مع النفس زينة طريقة. فتعرفت على وكالات على أساس إني كنت إن أدعم وكالتكم وتدعمون وكالتي. فسبحان الله يعني عندي وكيل شحن، اوكي في صوت يعني عندي وكيل شحن، اذا في صوت تسمعوني؟ إيه. عندي وكيل شحن خبرني عن الناس هذول، قال لي كذا 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 كذا، وانا من النوع اللي يعني اكبشر، يعني عشان لو تكلم علي، لو غلط علي، لو قال لي شيء اقول له خذ القم. يعني هم كبار في برنامج أهل انشاد، كبار. فيعني كنت ناوي خلاص اني اترك البرنامج غير لما جاء المستشار. يعني حسيت البرنامج هذا يعني كيف، يعني اذا حد تبيه يتكلم معش لازم تعطيه نبض الحياه، كنزه، بدون كنزه ما بيقولش كفو 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 كفو. يا اخي لا يهم الليفل، مش مهم الليفل، مش مهم يعني اللهم صل الفي اي بي ولا خرابيطه، اهم شيء الاخلاق. يعني ترى الانسان اخر شيء يوم يروح ربك، يعني انسان يوم تاخذ المنيه ما حد يقول هذا كان عنده بتذكرونه باخلاقه، فهمتي؟ فانا يعني الاربع اشهر هذه اللي فتحت الوكاله، والله ثم والله إن كان كل الدعم اللي في وكالتي حق المشرفين من ظهري، ما كانوا يطلعون ولا روم، اسم الله. طيب يا أبو حارث، من خلال تجربتك وأنا شهدت على هذا النصب والخداع اللي تعرضت له من أول، بما أنه أنت داخل بتساعد وهيك، بعد هي شو تعلمت؟ لو بدي أقولك إنه هنا الموجودين شو بتنصحهم عشان ما يمروا بنفس التجربة اللي أنت مريت فيها؟ شو تعلمت من خلال هاي التجربة؟ هم يعني لا يبدون بالدعم، يشوفوا الناس، يشوفوا كيف أخلاقهم. أنصحهم إذا شافوا شباب يتكلموا على بنات ولا يضحكوا على بنات، أنا والله ثم والله لله إني زحفت على بنت ولا تكلمت على بنت، وكل مرة في بنات تسوي لي دعوات يحسبوني خروف، ولا تخرف أنت. يعني أنصحهم يعني يشوفوا ناس عاقلين، ناس يعني أقول شايفين الحياة، مروا في ظروف يعني امور واقعيه. ترى البرنامج هذا ما سووه الا يعني انا انسان عندي مشاكل، ما دخلت البرنامج هذا لان عندي مشاكل واقعيه، فابغى اطلع اللي في قلبي في البرنامج هذا. فحسيت البرنامج يعني كنت في الوكالات يقولوا لي ليش تطرش لي فلان، ليش ما تطرش لي، ليش ما تطرش لي. مره يا اختي والله العظيم اخوي يا له مولود، هو كان عنده بنات، فانا احتفلت وخليت الروم ترند. واحد كلمني في الواتساب قال تلفوني شاحن، شو اتصل له اقول له تعال ادخل واضرب انا. واللي جاب لي في البرنامج هذه اختي لارا، يعني لارا جابتني في البرنامج، لارا تعرفني من زمان. والصراحه يعني هل يعني اقول You are my best friend, my only best. لو دخلت بخرب الدنيا. طيب حكيت عن الأخوات يا أبو حارث،
مين نعم. أقرب الأصدقاء لقلب أبو حارث؟ والله أقرب الأصدقاء صراحة مستشار وفكتور وحازم وربعي القدام لارا وقمر، هذولا أقرب الأصدقاء، هذولا والله ثم والله ولا عمرهم طلبوا مني كنزة. هذولا يتكلموا يعني واقعيا، يتكلموا يعني كلام يعني كيف يعني انت بتعرفين على شخص معدن، يعني شخص اذا في هموم تفكيها تقولي للشخص يعني فهمتي. اشخاص يعني ما يفكروا انهم يضحكوا على بنات. انا من النوع اللي ما بضحك على بنات، شو اضحك على بنت؟ يعني مره دخلت وكاله يطرشوا صورة بنت، سووها ترند يطرشوا صورتها، مش عيب؟ عيب، عيب كبير. ترى في اخلاق، ترى بترجع لك، يعني بترجع له. يعني هذا اللي انا اقول فيه، ما عندي ذا الكلام. ما شاء الله. هم كلهم قراب لإلك، بس مين نعم. بير أسرارك؟ مين الأقرب إلى قلب أبو حارث؟ يعني والله مين حامل أسرارك؟ صراحة نزنة أنا مع نفسي، أنا مع نفسي يعني صراحة. يعني أنت ظل نفسك؟ نعم أقول لك، نعم أقول لك دراسة نفسية. الشخص اللي يكلم نفسه ولا يقعد مع نفسه أحسن. ترى أنا أقعد في رومات في نفسي، يعني إذا مرات والله ما أدخل الوكالة حقي، أكون في روم قاعد وحدي، بس دكتور هذا يستخدمني أداة عشان يكشف الناس. فكتور من نعمتي يعني، هو أقرب شخص يعني صار أقرب شخص. شو طموحك يا أبو حارث؟ شو والله طموحك الحين؟ طموحي أنا، والله طموحي إن ترجع الدول اللي في سوريا ترجع مثل الأول. طموحي إن الناس بالأخلاق تتعامل بالصدق، ما تستغلك. يا أخي ترى الفلوس ما تسوي شيء، والله ما تسوي شيء. رزق عند ربك، رزقك في يومك، يعني الرزق عند يومك. يعني لا تستغل شخص، لا تستغل شخص. أنا المشكلة من النوع اللي يستغلوني وأعرف إنهم يستغلوني، بس أمشيهم. يعني قبل يومين دخلت واحدة تبغى تقول إني أنا خقاق على الوكالة حقي، والناس يقول لي اطردها. قلت لا، خلوها تمشي بمشيها على قد عقلها. فهمت كيف؟ دخلت تتكلم كلام وما ادري كيف. انا ما طردتها، ما بحط عقلي بعقل بنت، خليتها تتكلم على راحتها لما طلعت. لاني شو بتاثر؟ ترى هو كلام، ترى هو برنامج اخذها وسويها ديليت وانتهى الموضوع. طيب مين الشخص يا أبو حارث اللي أثبت لك إنه يستحق الثقة بك؟ والامانه اللي جنبي هذا راعي اللفه فكتور، هذا الله يديم المحبة ما بينكم. هل أنت إنسان متسامح يا أبو حارث؟ نعم، أنا الإنسان اللي يغلط على حقي أسامحه، أنا أروح أسامحه. يغلط فيني أنا أروح أسامحه، ما أخليه هو يسامحني، أنا اللي أروح أسامحه. لأني أنا أتعامل بالأخلاق. يعني تشوف الشخص من أخلاقه، من كلامه، من أسلوبه، مش بزحف على بنت يلا بروح عند بنات ولا بضحك. ترى بقول لكم يعني بدون زعل، يعني ترى البنات كلمتين حلوتين تضحك عليهم عادي. ليش؟ السؤال ليش؟ هذا هو السؤال يعني. والنعم منك يا أبو حارث. راح نرجع لك للجزء الأخير، خلينا نروح مع فاصل غنائي ونرجع مع ضيفنا سيف.
ترفى وتحب الغزل وتغزلت بيها، حلت شعرها ونزل لحجول رجليها. حنية كلها ودوفو محلاها يا ربي، نظرتها مثل الغازو استوطنت قلبي. قلبي 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 قلبي. مدري خلقها ايش وضع بخدودها التافه، والمشكلة ايش ما بيسيت تغريني بالشفة. كل الجمال انجمع بعيونها الحلوة، يروح لها فدوى العمر فدوى ورا فدوى. وتربعت بالقلب ومعشعش ببالي، قعدت بريتي مثل هذا النفس مالي. ميت عليها وصرت مجنون رسميا، طحت بعشقها ومديت عليها حرفيا. قلبي 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 قلبي. خلوها تلعب لعب بقلبي تستاهل، خل تنتشر بالجسم وتحتلن بالكامل. بالعشق ماكو ترى ممنوع يا عالم، العشق له للسهر ما انخلق للنايم. قلبي قلبي وخلوها تلعب بقلبي. ونرجع لسيف. سيف موجود؟ هلا يا ليل. هلا يا سيف. أنا بصراحة حطيت هاي الأغنية لإلك ولأيلول. نروح نحكي عن الحب شوي يا سيف. بعرف هلا. إنه أيلول زوجتك بالبرنامج. احكينا كيف تعرفت عن أيلول. هيقول لي ابنة عمتي. ابنة كيف عمتي تعرفت عن قرايبتي بنت قرايبتي عمتك؟ قرايبتي في إيه؟ الواقع، قرايبتي في الواقع ابنة عمتي. هل كان دخولك وهي زوجتك، يعني دخلت البرنامج وأنت متزوج ولا دخلته بعدين تزوجت؟ متزوج في فبراير الله يسلمك، 9 فبراير. أنا زواجي كان 9 لسه فبراير الماضي. يعني أي لسه نعم، عريس جديد. ألف مبروك. عريس جديد الله طيب يبارك فيك. لو تحكي لنا يا سيف، يعني من أول ما دخلت، يعني كيف أيلول تقبلت فكرة زوجة في برنامج دردشة صوتية، يعني محادثات اجتماعات هيك، كيف تقبلت أيلول؟ اختصرت في الواقع أصلا أنا عملي، أنا عندي موظفات أكثر من موظفات ما شاء الله ما شاء الله. يعني بحكم العمل سواء كنت أنا في البرنامج أو برا البرنامج، المرأة راح تتعرف عليها، راح تدخل في حياتك. فاهم علي؟ يعني والحين كبرنامج أنا إذا كنت أريد أتعرف على مثلا مرأة مثل ما يظن البعض أو غيره، أنت قاعدة تتعرف في أرض الواقع. أنا إيش يجيبني على برنامج أدفع كونزات وأدفع أشياء، وأنا قاعدة أتعرف في أرض الواقع بكل سهولة من دون ما أدفع ولا كونز. فاهم علي؟ يعني الواقع مثل أهل الشات ما يتغير شيء. أهم شيء أنت فكرك شو تريد بالضبط، شو تريد من هذا البرنامج. هل تريد إنه
بعد رحيلك من هذا البرنامج أو بعد رحيلك من هذه الحياة، إنه هالبرنامج يكون شاهد لك أو شاهد عليك لما تقابل وجه الله سبحانه وتعالى. أنت تختار يا بني آدم، أنت حر. أنا دخلت هالبرنامج الحمد لله رب العالمين، عندي مضيفين ومضيفات، يمكن يتكلمن في رومي، يتكلمن مع سيف، ولا عمرهم يتكلمن في أي روم ثاني، بسبب الثقة المتبادلة بيننا. وهالشيء خلى أيلول تقتنع إنه فعلا إنه هالبرنامج نقدر إحنا نبرز الجانب الحلو إلا إحنا. أول شيء كشخصيتي أنا كسيف، وأيضا كوني عماني أحمل علم بلادي في أي مكان أكون فيه، لكن لازم يكون هذا العلم مرفوع، هذا العلم مرفوع بأخلاقنا، بطبيعتنا، بطريقة التعامل مع اللحوم. هذا بالمختصر يعني. الله يديم الحب ما بينكم. شو أكثر آمين. شي يجذبك في أيلول؟ ماليون حيث نكون داخلنا عمان. كل شيء فيه كل شيء فيها يقلب. كنت أقول في واحدة من خواطري اللي أكتبها، أول شيء أنا كاتب ترى في بعض المجلات الخليجية، ما أقدر أصرح على الاسم الحقيقي في المجلات الخليجية، لكن أقول لأيلول بس كأنها قطعة من السكر أو قطعة من الحلوى، قطعة من الحلوى، وشفتاي لم تشبع منها قط. هذا بالمختصر أيلول. طيب لو أقول لك هالحين يا سيف، لأنه أنت يعني إنسان متزوج وعطيت صورة حسنة للأزواج، لأنه زوجتك معك بجنبك في البرنامج، لو أقول لك تعطي نصيحة عن الحب، شو رح تقول؟ الحب يبدأ بالأسرة، الحب يبدأ الأسرة. أنا دائما هذه، يمكن اللي معاي في الوكالة يدروا المحاضرات أو لحظات الثرثرة اللي نعيشها مع بعض. أقول دائما إن أنا كأخ، كأب، كزوج، لو منحت الحب والعاطفة لزوجتي، لأختي، لابنتي، ما اضطرت ابنتي أو أختي يدورن على الحب في أي مكان آخر برا البيت. لهذا امنحوا الحب لأخواتكم، لزوجاتكم، لبناتكم، ومخال يدخل أي برنامج يبحثون عن هذا الحب في مكان آخر غير بيوتهم. كيف تتحقق السعادة من وجهة نظر سيف؟ السعادة تتحقق إنك تكون قنوع، لا تنظر لغيرك وما يملكه غيرك، انظر فقط لما تملكه أنت، وكيف تدع حياتك على ضوء اللي تملكه أنت بدون النظر لأي أحد ثاني. هذه قمة السعادة اللي لازم يعيشها كل إنسان. أكيد القناعة أهم شيء. طيب لو أقول لك إنه مين أكثر شخص أثر فيك في البرنامج ولا بعد؟ إيه في البرنامج، إحنا نشرت، أنا قلت لك في البرنامج مين أكثر شخص أثر إيه. فيك، وهذا السؤال إجاني لأنه حب ينطرح عليك. أكثر إنسان أثر فيني هي قصة مضيفة عندي، الحادث اللي مرت فيه، وهي تحكي قصتها إنها عن جد اللي أول مرة تنزل دموعي في أهل شات بسبب هذه الوظيفة. ما أقدر أقول على اسمها بس عشان ما أفتح مواجهة. طبعا إلك الأحقية. إيه. لو أقول لك
تعطيني لو البرنامج كتاب شو عنوانه؟ كن ذا أثر. شو عنوانه؟ كن ذا أثر. ليش اخترت هذا العنوان؟ لأن البرنامج عبارة عن واقع. البرنامج بما أنت تتركه، كيف يكون أثرك في البرنامج إيجابي أو سلبي راح يكتب عليك وراح يخلد اسمك. ترى سواء كنت إنسان ماشي على الصراط المستقيم أو إنسان ماشي بما لا يرضي الله راح يسجل عليك. كن ذا أثر. أفضل أن يكون ذا أثر طيب حتى نترك هذا العالم، هذا المكان، هذا البرنامج بأثر طيب. طيب آخر سؤال لهذا الباب يا سيف، لأنه في باب مفاجأة للكل، لأنه أنا بحب المفاجآت. وهو آخر باب وآخر جزء لفقرتنا لليلة مع أبو حارث وسيف. كيف ترى الحياة يا سيف؟ دائما أنا من النوع اللي معذب وظيفيني بهذا الكلام. تعرفي أنا من المواقف اللي أسويها عندي مثلا أطردهم يعني تكون خلاص نفسيته غلط بسيط، أطردهم من الروم. بعدين لما يدخل أقول الحياة جميلة خذها بجميع تناقضاتها، طردتك ما طردتك، الحياة جميلة. الله عليك يا سيف، أكيد نعم. الحياة جميلة ولازم نعيشها بحلوة وبمرة. في نعم. سؤال جاني يا سيف بيقول لك لو أنت رح تكون من ضمن الإدارة، يعني كإداري، شو عندك قوانين أو مقترحات؟ أول شيء أعطي قرار منح ليفلات أقل من 10 إنها تضع ملاحظات، لأن للأسف الشديد قرار ليس في محله. قرار أنا بنفسي شخصيا مراسل خدمة العملاء بديت عن وجهة نظري عن امتعاضي لهذا القرار أو هذا التحديث اللي وصل، لأنه امتلأ لحظات أهل الشات بالصور العارية، بالصور المخلة بالآداب، وإحنا في انتظار شهر رمضان، الوقت مو وقته للأسف الشديد. أول قرار اتخذه إنه يمنع من عنباته. القرار الثاني يمنع دخول البرنامج إلا بالهوية الشخصية. الجزء الثالث أي دعس في الشرف أو سب الذات الإلهية ما أعطيه باند ليوم واحد، أعطيه باند هاتف على طول. انت الله عليك يا سيف. نروح لمفاجأتي، إنه أنا الآن راح أحيل المايك إلى الأدمن تشرين، أول منشطة فعالية إدارية وفي برنامج أهلا شات هي الأدمن تشرين. الأدمن تشرين موجودة؟ تشرين موجودة؟ موجودة. الصوت موجودة؟ إيه موجودة الحين، موجودة. أول شيء نورتي. السلام عليكم، تحية طيبة لكم جميعا دون استثناء. أي شخص موجود 400 شخص فما فوق، حياكم وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. طبعا جمال الفقرة أخذتنا إلى عالم ثاني، مع موسيقى، مع الكلام الطيب، مع رقي والمصداقية اللي موجودة في الشخصيات اللي مذكورة. صراحة حسيت نفسي إني حابة أسمع أكثر. أنا جزيلة الشكر على هذا الاستقبال الراقي والجميل، وشكرا لك لين، شكرا لأصحاب الوكالة كما سميت بوطن السلام. جاهزين معايا؟ نعم جاهزين. حياكم. طبعا أنا استمعت لكم جيدا، ولكن الفقرة هذه ستكون خفيفة جدا. فقط مين حاطط الميوزك يشيلها؟ ايه نوقف ومين الميوزك. يبدأ الأول؟
مين منكم يبدأ الأول؟ اسألي عمرك مثال؟ شوف ايه تمام تمام نعم. نبدأ بك. حياك أول شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكون منيح وبخير بعد هذه الأسئلة والاختبار الذي تمت من تعيين لي. الحمد لله انا يوميا منيح، ما عليش مني، انا الحمد مرتاح لله. يوميا، مو يوميا ما عليش، انا مرتاح يعني اموري طيبة نحمد الله. الحمد لله. طبعا سننتقل إلى فقرة التوتر النفسي. سأعطيك كلمة وتجيب عليها بكلمة واحدة فقط دون شرح. نورتني إن شاء الله. اوكي شو الكلمة؟ لا ما زلت. اي كلمة ما فهمت. تسمعني؟ اسمعي ما صوتي فهمت قطع عنده ولا عندي؟ انا ما سمعت عدل، شو تقولين؟ شو الكلمة اللي قلتيها؟ لسه أنا ما مش بدت سامعته إياها. الصراحة. اطلعي يعني وارجعي يا تشرين. صوتي قطش عنده وعندي. انت سمعتيني تشرين؟ سمعتيني؟ عندي انا صوت. تسمعوني صوتك لين. تسمعوني لين تسمعوني؟ صوتك واضح. ايه سامعينك. سامعيني. تمام. الآن سأسألك فقط كلمة ترد بكلمة، يعني دون شرح. تمام؟ سأبدأ. اوكي Let's go. أول شيء سأقول لك سؤال: ماذا يمثل لك أخطر إنسان بالحياة؟ أو من هو أخطر إنسان بالحياة بالنسبة لك؟ دون شرح. ألو؟ اللي يضحك عن لكن اللي يضحك بسرعة، على الناس، الإجابة بسرعة. اللي يضحك على الناس. تمام. لا تكتبي في التكست نارا لأنه يعتبر السؤال سكيب. أكبر تسلية في الحياة؟ أكبر تسلية في الحياة ونس نفسك بنفسك. من معلمك بالحياة؟ والله تعلمت الحياة أنا من نفسي الصراحة، تعلمتها يعني. ما هو أجمل يوم بالنسبة لك؟ أجمل اليوم يوم ما جاء والدي الحارس بعد الوالد ما توفى الله يرحمه. دون شرح. عقبة الحياة ماذا تعني وما هي؟ عقبة الحياة إني ضيعت أموري في أشياء ما تصلح يعني هذه العقبة، الدرس اللي حصلته. خطأ الحياة أو الخطأ الذي يعتبر خطأ في الحياة. الخطأ في الحياة إن الإنسان لازم يكمل دراسته. ليش النت يقطش يا ربي؟ لازم الإنسان يكمل دراسته، الدراسة أهم في كل شيء يعني. تمام. عندما يراودك شعور سيء، ما هو الشعور السيء في الحياة؟ الشعور السيء يوم الناس ما تفهم شو النية اللي أنت تبغاها، يعني تقريبا ما سمعت. يعني يقول الدنيا هذه كلمة الحق باطلة، يوم ينكرون كلمة الحق. تمام شكرا. السؤال اللي بعده طبعا: من سندك في الحياة؟ سندي في الحياة الحكومة. تمام. سندك الحرمة يعني. بعد قليل سنجاوب على هذا السؤال بالذات، لأنه لا سند في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أقول أنا أيوة أقول لك يعني السند يعني الحرمة وقفت معي. جاوبت أنس كيف؟ خلاص كيف باص إنه كل السند الإنسان ما سند بعد الله الأم. أيوة متوكل على الله كفاه، متوكل على الله كفاه. نعم صحيح. بس أنت سألتيني من يوقف معي، أنا فهمت إن من اللي كان يوقف معي لأن لا السند الشيء الذي تتكئ عليه. مستشار حبيبي لا تفتح مايك. اللي خلقها اللي قصها يعني اللي خالقها اللي قص الرقبة. طيب وضح السؤال ما فهمت عدل. لا هو من دون توضيح، الأسئلة من دون توضيح ضروري. سنذهب إلى الأصعب الآن، سنذهب إلى الأصعب. كلمة بالكلمة دون شرح. ماذا يعني لك اللون الأخضر؟ بسرعة. والله ما يعني لي شيء صراحة. اللون الأبيض طهارة القلب. اللون الأخضر قد يكون الطبيعة أو قد يكون الجنة. والله أنا سنذهب. ما أحب ضروري أوترك. الألوان السوداء أحبها. اللي بعده. ماذا يعني لك السواد؟
شو؟ بسرعة. السواد. السواد. السواد شيء أسود. هذا يعني ارتاح له السواد يعني كيف اقول لك اللي بعده. يريحني بس دون شرح. اوكي. دون شرح. اللي بعده. ماذا يعني لك الحرية؟ ماذا تعني لك الحرية؟ الحرية تعلم في الحياة، يعني الحياة تعطي درس، يعني يوميا الحياة تعطي درس بلاش. هذا يعني دون شرح. سنذهب للكلمة التي بعدها ونقول ماذا تعني لك صداقة؟ الصداقة صدق وقت الضيق. يلا عرفت شيء بسرعة. صدق وقت الضيق. البحر. البحر الهموم. الأمل. الأمل توكل على رب العالمين. الجمال. الجمال الأسلوب والأخلاق. القوة. القوة القوة يعني بوضح ايش القوة، يعني افسر لك اياها انا تقول القوة يعني أنا دون توضيح. أنا أعطيك الكلمة وأنت دورها براسك. ماذا تعني لك القوة؟ القوة يعني تبين شخصيتك، يعني تمام، مثلا يقول جميل. لك اعطيه كف يعرفك. جميل عرفت جدا. مثلا اوكي. ايوه. آخر كلمة. ماذا يعني لك الكتاب؟ كتاب والله صراحة مش من نوعي، أنا قرأت كتب الصراحة يعني. آخر شيء ونقول الباب. ما هو الباب يعني الباب؟ اطلع برا. الطرد يعني عندك. طرد. ايوه. شكرا لك يا جتام على هذه التوتر النفسي، وبعد قليل سنقول ما كانت بالنسبة لك بالمئة، ونذهب لك يا سيف. عليكم السلام. هلا بسم الله. جتام متوتر، ها؟ نشوفك انت الحين. اللي بعده. الكلمة الأولى التي تعني لك أجمل يوم في حياتك ما هو؟ بسرعة. أيوة. أجمل يوم في حياتك ما هو؟ زواجي. طيب السؤال اللي بعده. أكبر يوم يعتبر بالنسبة لك تسلية، أو ماذا تعني لك التسلية؟ بسرعة بسرعة بسرعة. الشعور السيء الذي يراودك عندما تشعر أن هنالك شعور سيء. بسرعة. الضيق. ماذا تعني لك كلمة الحب، أو ماذا يعني لك الحب؟ السلام الحقيقي. السعادة ما هي؟ القرب من الله. العائلة. الجنة على هذه الدنيا. معلمك في الحياة. من هو معلمك؟ المواقف. أخطر إنسان بالنسبة لك تعتبره خطر؟ ذو وجهين. ماذا يعني لك اللون الأصفر في حياتك؟ الغيرة. أكرهه جدا. يوم الميلاد ما هو؟ يوم ميلادك. 16 أكتوبر. لا، ما هو يوم، مش ما هو، ماذا يعني لك؟ يوم ولادتك. ماذا يعني؟ وجود على هذا الوجود. تمام. ماذا يعني لك كلمة القوة؟ بسرعة. تغيير الشيء. السجن ما هو؟ موت. الصداقة. حياة. الحرب. دمار. الدمار.
فاجعة كبرى. السلام. النشأة التي أرادها الله إلينا. الوطن. الأمن والسلام. البيت. النفس. الستر. ما هو الستر؟ الطهارة. طهارة. شكرا لك وكفى. أما الآن نعود لك يا جتام ونضع لك هذه الكلمات طبعا من بعد إذن الموجودين. حياكم وبياكم وشكرا لكم على هذه الصراحة والتوتر النفسي. حسيت أكثر واحد توتر شوي ربما أنت، ولكن سأهدي لك هدية لأنك توترت. والله ما توترت. أنا هيك أنا حابة أحطك هو لا هي لا الفقرة ما حد ضروري إني ما حد أوترك. يوترني. أنا ما تقدر، أنا ما أتوتر. أنا ما تخافي، أنا ما لا أتوتر. التوتر في الإجابات يعني لا مثلا أنت خليني أعطيتني. أسرق منك. أيوة أنت أعطيتني القوة إيه وهذا هذا أنا مجالي ضروري أيوة إني يعني أوكي كم ضروري إني قصتيني. أوترك. اوكي كم قصتي. هذا مش توتير. انت تسالني شو معناها، انا اعطيك شو هذا التوتير. ضروري أوترك. لا 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 بعيد بعيد بعيد. هذا بعيد. أحلى ما شافتها العين. جدا وكان لديك ثقة في النفس، وأقول لك هذه الكلمات المصاحبة: أحسن الظن بالناس فإنهم كلما خيرا، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس. تمضي في دروب العمر وتشكو مرارة ولا تلاقي في حنينك، ولا قلب يرقو ولا تلاقي ما حضن يخفف في أنينك. أمسي حلمك الماضي سرابا وصار الشك أكبر من يقينك، فلم ولن ولم يكن لنا خيبة الآمال وراحل، فلننقذ ما تبقى من سنينك. يساء فهمك بين الناس أحيانا ويختارون لك الأوصاف ألوانا، فقد تكون ملاكا عند بعضهم وقد تكون عند البعض غير ذاك. طبائع الناس شتى وهي أمزجة، ولن تطيق لها بالفهم إمكانها، فلا يغرك مدح لو أتاك به، ولا يضرك ذم فكيف ما كان. لا يعرف النفس شخصا مثل صاحبه، فكن لنفسك في التقييم ميزانا. تحية طيبة لك وشكرا لك على هذه الكلمات الرائعة. والله ودي اهديش بس علق البرنامج والله ماشي، ما اقدر اسوي شيء والله العظيم نعلق. يعني ودي اضرب بس ما قدرت اضرب. معلق البرنامج عندي. لازم اطلع وارجع دقيقة. الكلام هذا دقيقة وارجع دقيقة. لحظة أنا أعلق جايتك سيف. أحلى ما شافتها العين، والله بجمالك ما شفت بالعالم. وكان صريحا جدا. أما بالنسبة لك يا سيف، كانت لديك ثقة ورزانة وقوة شخصية، نفس الشيء، ولكن خفيف الظل كن دوما، ولا تثقل على الناس، وعاملهم بإحسان، تكن تاجا على الرأس، ولا تختب ولا تكذب ولا تصدق ولا تسمع لخناس، وكن باللين منتصفا لطفا ليس بالقاسي. هي أخلاقك ترفع، فكن في الناس كالماس. سامح فإنك في النهاية فان، واجعل شعارك كثرة الغفران، وابسط يديك لرحمة محبة الرحمن. ليس تباغض من شريعة أحمد، بل إنه لبضاعة الشيطان. قبيل يرغب بربه بما قسى، وأخوه كفي لما عفى بجنان. سامح أواه، سامح أخوك ولن تعطر لطبعه، فأنت بطبعك مساحا ومن شيعة الشجعان، فأنت من شيعة الشجعان.
تحية طيبة لكم جميعا وشكرا على هذا الكلام الطيب. شكرا لك لين، شكرا حمزة، شكرا المستشار، شكرا أبو محمد، جتام، سيف، أيلول، فيكتور، كانوا في هذه الفقرة، وكل الذين أحبوا ما قدمت لين من الأسئلة الراقية الله والجميلة. الله الله على الكلام، الله على الكلام. انت شكلك تقري كتاب قيس وليلى، يعني ما شاء الله على الشان، ما شاء الله على الشان. وشكرا على حضورك، وشكرا على الأسئلة. التوتر بس ما توترت الحمد لله. لا أنا في الأخير قلت لك ما توتر. شكرا اخوي سيف الاستضافة هذه، ويعني ما اعرف اني تعرفت على اخوي سيف ومستشار، فيعني صراحة ربي يحفظك. لو يعني ما اقدر، يعني ودي اتكلم مثل المتنبي، عرفتي؟ بس ما اقدر، صعبه يعني. لو اجيب له ما اقدر اجمع لغات، يعني ما غاش عندي وصف لكم. أنا فشكرا كذلك شكرا جزيلة الشكر. فشكرا وما قصرت، وان شاء الله انا ما حزعل من كلامي. وانا اسف لو ضايقت، حتى للاسف نشمت الرجال من الرجال. فانا بالعكس اسف يعني لا، يعني لا احد يضيق ويقول ان انا حاط، لاني انا شخص ما احب حد يتكلم من ورا ظهري. اللي بيتكلم يتكلم في وجهي. طبعا. نعم حمزة لا فيك. تحط ميوزك دقيقة، معلش عيني. آه. أنا كذلك جزيلة الشكر لكم وعلى هذه الاستضافة الرائعة. وطن السلام هنا، 505 زهرة معنا، استقبلناكم مستقبلين بمودة وبمحبة مع حمزة مستشار، أبو محمد ولين. شكرا لكم، لكل الوكالات المجاورة التي اصطحبت بكلماتها هنا هذا المقام العربي، أو بالأحرى الوطن والسلام. تحية طيبة لكل الذين رافقوا في هذه الفقرة، وانتظروا فقرات أخرى مع لين وتشرين وباقي الفريق الرائع. حياكم وشكرا لكم، وأنا باسمي وباسم إدارة التطبيق وصلت رسائلكم، وشكرا لكم وتحية طيبة. تصبحون على خير. الله شكرا يسعدك. الله ممكن يسعدك. كلمة وخرتوني على قبل العشاء، ما ابى اتعشى. تختمون شو رايك تشرين؟ جزاك الله خير. شكرا يا لين. ممكن سلم كلمة عليك. قبل انتهاء أو طبعا اختتام مستشار، الفقرة. أكيد عيني، تفضل لك أو الكلمات. أولا أشكركم على هالفقرة اللي الحقيقة أشوفها من القلب للقلب، وخاصة التقديم الرائع اللي متع الناس المستمعة اللي تواجدها برومكم الأمام. والشيء اللي بس صوتي يتكرر علي يا جماعة. ثاني شغلة الحقيقة اللقاء اللي ما بين أخوي سيف وأخوي أبو الحارث كان لقاء ودي، وكأن الشخص يتكلم بفطرته بدون تصنع بدون أشياء، والأسئلة كانت الحقيقة في الصميم، والإجابة كانت رائعة جدا. لذلك أنا أتكلم من وجهة نظري ومن تحليلي على الأجوبة اللي أنا سمعتها. الناس هذولا اللي اخترتوهم عندهم صفاء داخلي غير طبيعي للأمانة. أتكلم فيها مجرد سماعي لهم وأجوبتهم، حسيت ناس صادقين بدون تصنع بدون مجاملة، بدون كأن الشخص يتكلم مع روحه مع نفسه. فلذلك أنا أشكركم، وتشرفت بأخوي سيف، أخوي أبو الحارث. للأمانة يعني وجدت في هذا الشخص الطيبة الداخلية اللي ما وجدتها بأي شخص قابلته في أي برنامج. للأمانة إنسان جدا يتعامل بصفاء داخلي غير طبيعي، محب للجميع، الحقيقة يجامل على حسابه، على راحة نفسه يجامل الآخرين. فلذلك هذا اللي خلى المستشار يكون بصفه ومعاه ويشرفني، والناس الطيبة بعد تشرفني التعامل فيها. فأشكركم وأشكر هالفقرة المميزة في رومكم، وكانت من أحلى الفقرات اللي أنا استمتعت فيها وحضرت فيها من دخولي برنامج أهلا شات بدون مجاملة. شكرا لكم جميعا. شكرا لك كذلك يا المستشار، وحياك على صدق والمصداقية تشرين التي دخلت. نعم أخي الكريم. تشرين، أول شيء أهلا وسهلا بالكل حبايبي اللي زرتوا الروم من أصغر ليفل إلى أكبر ليفل. أهلا وسهلا فيكم في وطن السلام.
أهلا وسهلا فيكم في وطن نريد نخلقه، في أهلا شات، وطن للمحبة، وطن للوجود، وطن للأخوة. اليوم رسالة قبل نهاية الفقرة، رسالتي للكل. الحياة في أهلا شات مش حياة ليفل أو حياة VIP. الVIP والليفل مجرد أشياء وهمية يمكن يصنعها أي إنسان، حتى الإنسان التافه يمكن يكون عنده ليفل عالي. لا تبنوا حياتكم في أهل الشات وقوتكم على الليفل ولا على الVIP. ابنوا حياتكم على تعاملكم، ابنوا حياتكم على أخلاقكم. لا تكونوا ناس مصطنعين لكم أكثر من وجه، كونوا بوجههم بالوجه الحقيقي لأنكم فعلا أجمل. التطبيق جدا رائع، لكن الناس اللي فيه يريدوا يفسدوا جمال هذا التطبيق. أرجوكم كونوا عونا لنا، ساعدونا حتى ننظف هذا البرنامج من كل إنسان ذو كلمة بذيئة، لكل قلم يحاول يشتم ويهتك الأعراض، لكل يد تكتب في اللحظات وتنشر الصور الخليعة. خلونا اليوم نبدأ صفحة جديدة، لا تصفقوا للباطل. رسالة لجميع الوكلاء، لجميع الرومات، لا تخلوا في وكالاتكم وروماتكم ناس تدعس، ناس تسب. انتم مسائلين ومحاسبين يوم القيامة، انتم مسائلين ومحاسبين يوم القيامة. حتى لو ما حاسبتكم إدارة التطبيق، في رب راح يحاسبكم. تجنبوا هذا الشيء، تجنبوا انكم تهتكوا ستر بنت بريئة ما يلها ذنب في البرنامج، لمجرد انها رفضت انها تضيفكم، لمجرد انها رفضت انها تدخل معاكم مقافل. رسالة للكل، حافظوا مثل ما عندكم اخوات عندكم بنات، حافظوا على البنات اللي في هذا البرنامج كما تدين تدان. ربي يسعدكم. تكريم لين عفوا. الله يسعدكم. ابو الحارث حبيبي، تعرفت عليك قبل فترة، قبل شهر أو أقل. سعيد جدا بهذه المعرفة، سعيد جدا بهذا التواصل، سعيد جدا إنك موجود هنا. هذه كمان رومك، بالله. هذه وكالتك. أنا ضيف عندك أنت، وضيف عند تشرين، عند لين، عند الأخوان المتواجدين حمزة والبقية. أنا ضيف عندكم وأنتم هنا في وكالتكم، وكالة الجميع، وكالة وطن السلام. والله يا أخوي سيف، سيف. سيف كمان قبل ما بالله. اقطع كلامك يا اخوي سيف، انت قلت الكلام اللي في القلب، انت صح. قلت الكلام اللي في القلب. يعني انا يعني الناس قالوا ان البرنامج يا اهل الشات تغير، انا ابغى ارده مثل الاول. انا واخوي سيف والمستشار نبغى نرده مثل الاول. الحين صارت في عصابات، صارت ناس يعني يضحكون على ناس. انا ودي يعني اذكر الناس عشان ما بروح، ما بالناس المضيفين يروحون عندهم عشان لا يضحكون عليهم. لازم يتنظف البرنامج. انا والله العظيم ان لو الليفل يعني يبين الليفل، ترى ليفل عادي. يعني شو ليفل؟ شو بربع سياره مثلا، ليفل عادي. يعني انسان، انا عادي، ترى انسان مثلكم يعني، بس اخلاق، كلام، احترم البنات. يعني انا عندي في وكالتي اي واحد يغلط، وكالتي انا المستشار، اي واحد يغلط في البنت يغلط علي انا، لانه مع ذمتي. تعرف ايش معنى ذمه؟ يعني بالذمه على رقبتي. الله عليك يا اخوي سيف. اخوي ابو الحارث، الحقيقه يعني من تحليلي بس، من مجرد سماعي لصوتكم وكلامكم، بالفعل وجدت الكلام اللي انتم تقولونه بكل مصداقيه، واشكركم عليه. وفرصه سعيده اخوي سيف، والامانه كلمني عنك اخوي ابو الحارث، وتشرفت اليوم بمعرفتك. واصلا انا الحقيقه بكل ارتياحيه من سماعي صوتك واجوبتك عرفت منه سيف، شنو اللي بداخل سيف الحقيقه. فالشيء هذا للامانه يشرفني اني انا اتعرف عليك وعلى الناس اللي مثلك، والناس اللي الحقيقه اللي يتكلمون بمصداقيه داخليه قبل الاشياء الخارجيه.
للأمانة كلامكم من الصميم، كلامكم بمعنى ما تحمل الكلمة. أنتم ناس تحاكون ضميركم قبل أداءكم في أي شيء، فهنيئا لكم بالشيء هذا. وأنا استمتعت أول استمتاع من دخولي البرنامج، وأنا قليل ترى خروجي من رومي حتى وجدت أخوي أبو الحارث وتعرفت عليه ووجدته يعني قريب من القلب، وهو يستاهل للأمانة. ولكن أنا والله يا ابو محمد، انا خليني اتكلم عن اخوي سيف. يكفي تفضل. اسم الوكاله حقه وطن السلام. نعم يعني نعم الشخص يناوي يصف القلوب، يعني يعني من الاسم صحيح. ربي يسعده ويسعد وكالته، وإن شاء الله نكون يد واحدة، يعني وكالتنا ووكالة سيف واحدة، وحنا متشرفين بالناس الموجودة معاه وبالناس المتواجدة في الابلكيشن. بارك الله فيك. وانا بارك الله. والله وسيف في الوكاله حقي انا والمستشار، هي وكالتك في اي لحظه تعالها وزورها، وكلكم اي شخص تزورها. بس يا مرحبا. اهم شيء ان الانسان يقول على نيتكم ترزقون، بارك نية الله فيك. صافيه. فانا استاذن منكم، انا ماشي بطاريه والناس تعشر علي، خلني حق العشاء. هاي الله شيخ خاطركم يا حلوين. الله يسعدك يا حبيبي. يا الله الله يسعدك. الله يسعدك. يا أمان الله. طبعا أجمل يا سهرة مرحبا. للجميع وحياكم. أنا كذلك أستأذنكم شكرا لأجمل الفقرات، ربي ونلتقي إن يسعدكم شاء إن الله شاء الله. في أجمل وأروع الفقرات يسعدك. دائما، ويسعدكم ربي على أجمل وأطيب الكلمات والاستقبال الراقي. شكرا الله لك الله يا يسعدك. أخي يسعدكم. أيلول، الله يسعدك يا وشكرا تشرين. للجميع. تصبحون على شكرا خير. بارك لك يا الله. عزيزتي تشرين على تلبية الدعوة. الله يسعدك. الله يسعدك يا تشرين. الله يسعدك. ما شاء الله عليكم جميعا القائمين على الفقرة. شكرا اللين على تقديمك المميز، للأمانة مقدم فيه تميز وفيه الله الحقيقة يخليك يسعدك. حتى حب للإنسان المستمع. كان الشخص اللي على المايك أو اللي تحت يحب يستمع لأدائك في فقراتك. شكرا لكم الله جميعا، يخليك. شكرا لوكالتكم، الله شكرا أخوي يخليك. سيف، تشرفت فيكم جميعا والله. بارك الله فيك. يسلموا. بارك الله. أنا يسلمك. بدي بارك الله فيك. أوجه أول شي تحية كبيرة لحازم. شكر لحازم. وترى شكرا لك. إيه تفضل أخي المستشار تفضل. أبي أقول قصة للأمانة بأهل عمان. هلا حبيبي. هلا هلا. للأمانة يعني ما أقولها مجاملة، أهل عمان أطيبنا يا أهل الخليج للأمانة يعني، وناس حبيبي. تعاملهم بالفطرة. يعني أنا أستشعر كنت قبل كورونا بعمان، وكانت أول زيارة لي الحقيقة لسلطنة عمان، كانت في طلعة عمل، ولكن كنت أقابل العمانيين بالإمارات، بمصر، بدول ثانية، بس ما عمري أنا جيت لعمان. ليش؟ لأني قلت عمان زي أجوانا السعودية وكذا. ولكن لما أنا نزلت سلطنة عمان تفاجأت بمفاجأة يعني غيرت فكري. يعني عاد أنتم سامعين عن صلالة وعن الأمور هذه، ولكن طيب العمانيين للأمانة ما حسيت أني أنا مغادر عن بيتي أو عن وطني، وحنا وطن واحد وخليجنا واحد. ولكن طيبة الناس هذولا للأمانة اللي بتلقاه بالشارع، اللي بتلقاه بالمحل، اللي بتلقاه بالتاكسي، تعامل على الفطرة وعلى طيبة غير طبيعية. فأنا أقول طيبة العمانيين عن الخليج هي المركز الأول، والله بدون مجاملة في الشغل. ربي يحفظكم. الله يسعدك يا حبيبي. الله يسعدك. الله يسعدك. يسعدك ربي إن شاء الله، وتشرفت فيكم جميعا، وأحلى فرصة في هاللقاء اللي جمعتونا فيه للأمانة. بارك الله فيك حبيبي. أنا أسعد بوجودك معنا، بوجودكم جدا. وسام على صدري هذا الحضور يعتبر وسام وإضافة جديدة في تاريخ سيف في أهل الشات أو في تاريخ الواقع. ربي يسعدكم إن شاء الله. بارك الله فيك حبيبي. شكرا لكم وسعدنا بلقائكم، وإن شاء الله نكون حاضرين لفقراتكم المميزة والله للأمانة.
الله يسعد مساكم كل خير وسعادة يا رب. مع بارك الله السلامة. فيك. يسعد في أمان الله يسعد حبيبي. مساك. يا هلا. أسعد الله آه، مساكم. شكرا لك أخي سيف لاستقبال الفقرة الجميلة بحضورك وحضور كان أبو الحارث وللقائمين حبيبي على حبيبي الفقرة. حبيبي يا ربي غالي، يسعدك. نورتنا أستاذ وهذه سيف، وكالتكم. الله يسعدك. الله يعزك. في أمان الله حبيبي، في أمان الله، في أمان الله. طيب، كنت بدي أقول إنه شكرا لحازم لإنه عرفني على هاي الناس الطيبة، إنه عرفني عليك أنت يا سيف وعلى وكالتك وطن السلام، جد ناس محترمين جدا. شكرا لكم. الله يخليك، شكرا على حسن الاستقبال يا سيف. أكيد إن شاء الله تكون الفقرة نالت إعجابك، وإن شاء الله أكون فاجأتكم أكيد. وعجبتكم مفاجأة تشرين، هيك الأدمن تشرين وأكيد مش هيكون هذا آخر لقاء بيننا، بالعكس هيكون إن شاء الله في تعامل بيننا إن شاء الله. أكيد أكيد. بشكركم جدا، أسعد الله مساءكم بكل خير. هيك أنا وحازم حبينا لأنه جهزنا أغنية، هي أغنية العيد عيدين لأغنية كاظم الساهر، حبيت أهديها للكل لأنه لأنه اجتمعنا ضيفين، وبجد إنه اليوم لقائنا كان عيد عيدين. لهاي الأغنية مني لإلكم هدية لكل الموجودين. شكرا لإلكم. بارك الله فيك. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. مروا علي وفاتوا وحدي بلا خل، اثنين اثنين الحبايب يا غايب طل. مروا علي وفاتوا وحدي بلا خل، اثنين اثنين الحبايب يا غايب طل. شايل ورد بإيدي وهنيت الكل، شايل ورد بإيدي وهنيت الكل. لك وين الدنيا مغيبتك لو أعرف وين. وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. اسمع لغة الحبايب اشكال الوان، همس ولهفة ودلال ودلع الخلان. اسمع لغة الحبايب اشكال الوان، همس ولهفة ودلال ودلع الخلان. الوردة البيضة بإيدي صارت رمان، الوردة البيضة بإيدي صارت رمان. حمرت من دمي الفاير يا نور العين. وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. ودي اوصل لك تهاني صوت شفاف وحنون، ودي احتضنك واشيلك بالدموع وبالعيون. ودي ابرد نار
شكرا لكم، شكرا لحازم، شكرا لكل الموجودين. أسعد الله مساءكم بكل خير، وبتمنى لكم بقية سهرة جميلة لكل الموجودين. شكرا لك سيف مرة ثانية، شكرا لك أيلول حبيبتي، شكرا على هاي الوكالة الراقية 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 بكل مضيفينها ومشرفينها. ما شاء الله عليكم، يا رب يتم المحبة بينكم ويجمعكم على الخير يا رب. الله يرزقكم رزق من وين تتمنوها إن شاء الله.